كنا قلنا إن علم ربنا سبحانه وتعالى بأفعالنا من قبل أن تحدث لا يعني الإجبار عليها، ولا يمكن أن يتعدى اختيار لينا إرادة الله، ولا يمكن أن يحدث في ملكه ما لا يريد. ولكن ربنا خلق الإنسان بإرادة حرة يختار في حياته ما يشاء، وحرية اختياره هي اللي بتصنع إرادته، ثم توجب عليه المحاسبة من الله سبحانه وتعالى والمحاسبة من نفسه. قبل ما يحاسب أقدار الله، ربنا هو اللي عايز كده، كأنه ريشة في مهب الريح. معنى الإرادة في اللغة: القصد والميل إلى الفعل. الاصطلاح بمعنى استخدام المعنى في الحياة بيكون إزاي؟ الإرادة في الاصطلاح يعني المشيئة بالقلب أو بالفعل. ومعنى الأمر في اللغة نقيض النهي، وهو يأتي على هيئة طلب، افعل. وفي الاصطلاح هو طلب ربنا من العبد الفعل على سبيل اللزوم وليس على سبيل التخيير، يعني في اختلاف كبير بينهم. إذن إرادة ربنا سبحانه وتعالى مختلفة عن أمره، فكل الأفعال والأقوال والأحداث في الحياة تتم بإرادة الله، ولا يكون في ملك الله إلا ما يريد. يعني مفيش حد يقدر يعمل حاجة مخالفة لإرادة الله، لو ظن حد كده يعني. فربنا سبحانه وتعالى لا يأمر بشر، هو عالم به علشان هو عليم، بس لا يأمر به. وفي نفس الوقت الشر لا يحدث بدون إرادته، ولو شاء لمنعه. في معنى جميل بيوصف اللي عايزة أقوله من فم من أوتي جوامع الكلم. جوامع الكلم يعني إيجاز اللفظ مع سعة المعنى، كلمات بسيطة جدا، سطرين كده، وليها معاني كبيرة جدا. بيقول إيه بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: الخير كله بيديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك. وده هياخدنا لمعنى آخر، وهو القضاء والقدر وشر القضاء.